بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن من الجهل. لو قيل لنا تعوذ بالله من شيء واحد فقط، شيء واحد، أقول الجهل. الجهل سبب الكفر، الجهل سبب المرض، الجهل سبب العصبية، سبب التكاره والتدابر والتباغض، سبب كل الشرور، جذر كل الشرور الجهل والعياذ بالله. لذلك أول كلمة في هذا الدين الخاتم: اقرأ. اقرأ، لابد أن تقرأ. ولم يقل فكر، كان يمكن أن يقول فكر، ستفكر لكن ضمن الأطر، ضمن السائد، ضمن الشائع، ستكون معتقلا سجينا في أطر معينة، لن تستفيد كثيرا. انتبهوا، هذا ما يفعله كل المتعصبين وكل الجهلة، يفكرون لكن ضمن المعطى وضمن المطلوب. يضع العرب أمام الحصان تماما ويريد أن يثبت شيئا معين يعتقد به، ويقول لك أنا أفكر. إيه أنت تفكر ضمن أطر؟ أنت مسجين، أنت سجين. لذلك يا إخواني، نصيحة لنفسي أولا ولإخواني: اقرأوا واقرأوا 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 حتى انقطاع النفس، في الحقيقة حتى انقطاع العمر، من المحبرة حتى المقبرة، حتى تتكلموا جيدا. إذا أردتم أن تتكلموا بكلام يحترمه العقلاء والدارسون والكبراء، عليكم أن تقرأوا وتقرأوا 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 حتى انقطاع العمر. أما أن تعرف لك معلومتين وثلاث معلومات، تحضر لك فيلما وثائقيا وتقرأ تحقيقا في جريدة وصحيفة يومية، ثم تأتي تتكلم وتظن أنك تنال من الحقائق الراسخة رسوخ الجبال، فهذا عبث أطفال. هذا ليس طريقة باحث محترم يدلي بأقوال يمكن أن تحترم وأن تقدر. أقول هذا لماذا؟ غيرة على الحقائق، وغيرة أيضا على دستور البحث العلمي، وغيرة على شرف الكلمة. والكلمة الآن في وقتنا هذا كما أقول دائما أصبحت رخيصة، ورخيصة جدا. رخصت الكلمة في عهد النت. في عهد النت كل واحد يعمل له صفحة وفيسبوك ويتكلم في الكبار والصغار عادي. ما الذي سيبقى منكم من كلامك؟ لا شيء. لا يبقى إلا ما ينفع الناس، لا يبقى إلا ما يتوفر على الوفاء بشروط أيها الإخوة، بشروط الاقتراب الحقيقي من الحقيقة، المقاربة العلمية الصارمة من الحقيقة. يبقى هذا بمقدار اقترابه، يبقى بمقدار ابتعاده وهزله أيها الإخوة وهزاله، يذوب يتلاشى ويضمحل، لا يبقى منه شيء. هكذا. لذلك فليتكلم من شاء بما شاء. القانون الرباني، السنة الإلهية ستحكم على الجميع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل رباني يحكي سنة كونية، يحكي سنة كونية.